جربنا اشهر واغرب انواع الرز في العالم عشان نقول لكم الفرق في الشكل والطعم ونوريكم ازاي تعملوا اشهر اطباق رز عالميه. فجربنا الرز الاسود، رز الاربوريو بتاع الريزوتو، والرز الايراني اللي شبه الكيك، رز الياسمين، كل واحد وليه طعمه وحلاوته. بدأنا في الأول بالرز الأسود الإيطالي، ما كناش نعرف إن في رز باللون ده أصلا. النوع ده طويل الحبة وليه فوايد كتير هنجيلها بعد شوية، بس بما إن شكله مريب قوي كده تعالوا في الأول نشوف طعمه إيه. اخترنا طبق إيطالي معروف اسمه ما علينا رز بالجمبري وخلاص. وأول مفاجأة إن النوع ده بيتسلق لحد ما يستوي، عامل كده زي المكرونة بالظبط. نركن بقى الرز على جنب ونتبل ربع كيلو جمبري صغير، شوية ملح على فلفل أسود، عصير ليمونة والبشر بتاعها، معاهم معلقة كبيرة زيت زيتون. نشوحه على النار لحد ما ياخد لون وردي، نشيله هو كمان على جنب. وفي نفس الطاسة هنحط فص ثوم ونشوح مكعبات كوسة، وبعدين نرجع الجمبري تاني مع الرز الاسود المسلوق، نقلبهم مع بعض 5 دقايق كده ولا حاجه. وده كان شكل الطبق في الاخر. بصراحه شكله مش بس غريب، يعني تحس انه ديكور كده مش حاجه بتتاكل. اما بالنسبه للطعم فهو غريب بس مش وحش خالص، يعني ليه مضغه كده كانك بتاكل فريك شويه. بس الفكره بقى انه مشبع جدا، بعد معلقتين بالظبط هتحس بالامتلاء. وده طبعا لان الرز الاسود يعتبر من الحبوب الكامله، فهتلاقيه مليان الياف، مناسب للدايت ومليان مضادات اكسده. نيجي بقى لاشهر نوع رز ايطالي وهو الاربوريو، ده اللي بيعملوا منه اطباق الريزوتو. الحبه بتاعته شكلها بيضاوي، لونه ابيض فاتح، وفيه نسبه عاليه من النشا، فهتلاقي ليه مضغه وسهل جدا يبقى كريمي معاه. اهم ميزه فيه بيشرب كل النكهات اللي بتبقى معاه في الوصفه. فتعالوا نشوف ازاي عملنا بيه طبق ايطالي مشهور جدا، البينك ريزوتو. في الاول خالص عشان اللون يبقى بينك فعلا معاكم بنسلق وحدتين بنجر متوسطين، ما تقلقوش دي مش هتاثر على الطعم. بعدين بنضربهم مع نص كوبايه ميه ونصفي العصير. بعدين على نار متوسطه بنشوح مكعبات بصل في معلقه زبده لحد ما تدبل. بعدين بنحط كوبايتين رز، بس خلي بالكم ان هنا مش محتاجين تغسلوه عشان ما تقللوش كميه النشا اللي فيه، لان كميه النشا دي هتفرق في الاخر في القوام. المهم نكمل. نحط الملح والفلفل الاسود، بعدين شويه صغيرين من عصير البنجر، نهدي النار لحد ما الرز يشرب السوائل. بعد كده نضيف باقي كميه العصير ونسيبه بقى براحته لحد ما يستوي. وساعتها بنزود اخر تاتش خالص، وده بيغير الطعم والقوام تماما، ربع كوبايه جبنه بارميزان، نقلبها كويس لحد ما تسيح. الطبق ده مش محتاج كلام كتير عن طعم، قوام كريمي بشكل فظيع، رز طري جدا بيملى البق وشارب كل نكهات التوابل والجبن. ده غير برضه انك مش هتلاقي طعم بنجر مزعج خالص، هو مجرد لون بس. تعالوا بقى نشوف الرز البسمتي الذهبي. عملنا بيه وصفه ايرانيه مش طبيعيه. النوع ده المفروض انه صحي اكتر من البسمتي الابيض المعروف عشان فيه شويه فيتامينات على بروتين والياف. المهم بقى ان الوصفه الايرانيه دي اسمها تشيكن تهجين، لو بنطقها صح يعني، عباره عن رز بالزعفران والمكسرات والزبيب ومحشي فراخ. المهم نبدا نعمل الاول معلقه صغيره زعفران في ميه سخنه وسبناها على جنب. بعد كده شوحنا كوبايتين ونص رز وضفنا عليهم 3 كوبايات ميه وسبناها على نار هاديه يستوي براحته، عشان في الوقت ده نبدا نعمل الحشو. شوحنا شرايح فراخ في معلقه كبيره زبده وحطينا التوابل، ملح وفلفل اسود، بابريكا وبودره ثوم. سيبناها تستوي وشلناها هي كمان على جنب. فرمنا كمان تلت كوبايه فستق برده شلناها جنب اخواتها. الزبيب بقى في الوصفه دي ما بيتحطش عادي كده، لا بتحطه الاول على النار مع شويه زبده، تقلب وبعدين تحط معلقتين صغيرين سكر لحد ما يكرملوا، وكده تقدر تستخدمه. نزود عليه الفستق اللي طحناه من شويه، نضيف كمان الفراخ وندي تقليبه. نسيب بقى الحشوه دي على جنب ونبدا نعمل خلطه كده هتحول لنا الرز لشكل الكيك ده اللي انتوا شايفينه. هنخلط كوبايه زبادي مع تلت كوبايه لبن مع بيضتين كاملين وصفار بيضه واحده، معاهم معلقه كبيره زيت، ملح وفلفل اسود، واخر حاجه 3/4 ميه الزعفران اللي عملناها في الاول لو لسه فاكرين. نقلب الخليط كويس جدا، بعدين نحطه على الرز اللي سويناه في الاول خالص. هنا الحمد لله تقريبا خلصنا، فهنبتدي بقى نرص الطبقات. القاعده اللي تحت خالص بنحط فيها زبده مع ميه زعفران. بعد كده بنفرد نص كميه الرز، ندخل على طول في الطبقه الثانيه اللي هي حشوه الفراخ بالمكسرات، ونقفل في الاخر خالص بطبقه رز كمان. نغطي بقى الهيصه دي كلها بمناديل عشان تحفظ البخار جواها، ونسيب الحله على نار هاديه 45 دقيقه. وبعد ما استوت قلبنا الحله عشان يطلع لنا طبق رز كبير شبه الكيك بالظبط. اما بقى بالنسبه للطعم فمختلف تماما عن اي حاجه هتاكلها. اولا مش هتحس ببيض خالص في الموضوع، دي حاجه كويسه. وثانيا بقى الرز طري وفلافي بشكل مش طبيعي، شارب التوابل كويس طبعا من كتر وقت التسويه، والمعلقه الواحده فيها ميكس حلو قوي. عندك فراخ مشويه متبله كويس، رز طري، وطعم سويت اند ساور جاي من الزبيب، مع قرمشه المكسرات بقى مع الزبده. تقريبا كده كل نكهات العالم في الطبق ده. الرز اللي جاي ده بقى مميز جدا، اسمه رز الياسمين، بيتزرع في تايلاند، طويل الحبه بس رفيع اكتر من البسمتي، ريحته مميزه شبه الورد كده. وده واحد من اهم انواع الرز في شرق اسيا، فيه نشا كتير بيخليه لزج شويه بعد التسويه، فلازم تغسله قبل الاستخدام. الرز ده بيتعمل بيه واحده من احلى الحاجات اللي هتدوقها في حياتك، وصفه تايلاندي كده بالفراخ طعمها فظيع. نبدا على طول بنسوي كوبايتين رز في كوبايه ونص ميه على نار هاديه لمده ربع ساعه. بعد كده بنحضر باقي المكونات بتاعتنا.
اولا الخضار عندنا بصل اخضر، بنقطع الجزء اللي فوق ده رفيع قوي بس بنسيب الجزء الابيض قطع كبيره. عندنا كمان مكعبات جزر ونص فلفل احمر حراق بنسيبه منقوع في صويا صوص. نسيب بقى الخضار على جنب شويه، نيجي للفراخ بنقطع صدر مكعبات نتبله باويستر صوص وبعدين نشوحه ونزود الملح ونقلب لحد ما تستوي. الخطوه اللي جايه دي بقى هي اللي هتقلب لك طعم الاكله تماما. بنشيل الفراخ وفي نفس الطاسه بنشوح الجزر لحد ما يدبل، بنحط البصل الاخضر نقلب شويه كمان، بعدين نحط معلقه جنزبيل فريش مفروم وزيها توم، عليهم معلقتين كبار كزبره خضراء وخليط الصويا صوص مع الفلفل الاحمر. الحاجات دي هي اللي بتعلي الميكس قوي. بعد كده بنرجع الفراخ تاني، بنحط الرز بعد ما يستوي ونقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض. بالنسبه للطعم بصراحه كده مهما اتكلمنا مش هنوصف حلاوه الميكس. نكهات كتير جدا من الخضار من التوابل، سنه شطشطه خفيفه، والطعم عموما كانك بتاكل نودلز بس في شكل رز. ومع احترامنا طبعا لكل انواع الرز العالميه دي، ما ينفعش خالص ننسى الرز المصري بتاعنا. تصنيفه متوسط الحبه، واخد تدويره شويه وفيه نشا اكتر من الانواع طويله الحبه، وزي ما انتم عارفين طبعا بيحتاج يتشطف بميه قبل التسويه عشان يطلع مظبوط وما يعجنش. المهم طبعا ان احنا كلنا حافظين وصفاته مش محتاج كلام، بس حبينا نوري برضو اخواتنا المتابعين من الدول العربيه وصفه مصريه اصيله، طاجن رز معمر حادق. عندنا في الاول كوبايتين رز مغسولين، بنحط عليهم معلقتين كبار سمنه، معلقه صغيره ملح، فلفل اسود، ونقلب الحاجات دي بايدينا عشان نتاكد ان السمنه غلفت الرز كله. بعدين بنحط كوبايه زبادي ونقلب برده بنفس الطريقه، ونيجي بقى في الحله نحط الاتي: كوبايتين لبن، نص كوبايه كريمه طهي، وكوبايه الا ربع شوربه. نسيبهم يغلوا مع بعض على نار متوسطه، وبعدين نحط الرز. نوزع بقى الخليط كله في الطاجن وعليه من فوق شويه قشطه، وندخله الفرن على درجه حراره 200 لمده 40 دقيقه. والنتيجه زي ما انتم شايفين، للي مش عارف يعني طعمه خليط كريمي غني جدا ودسم جدا جدا. الرز لسه الواحده بوحدتها مش معجن خالص، ولو ما جربتوش فعلا ما ينفعش تفوته. دخلنا بعد كده على الرز البني، وده من اكتر الانواع الصحيه في الرز متوسط الحب، مش معالج عشان كده بيحتفظ بالاحماض الدهنيه والبروتين اللي فيه، مليان فيتامينات، معادن، مليان الياف، وسعراته قليله، فيعتبر كويس قوي في الدايت. وبما ان رز صحي فطبعا معروف هنعمل بيه سلطه. اول حاجه عملنا الرز، شوحنا كوبايه منه مع معلقه كبيره زيت زيتون، بعد كده حطينا كوبايتين ونص ميه وسبناه براحته لحد ما يستوي. ندخل بقى بعد كده نعمل دريسنج السلطه: كوبايه زبادي لايت، معلقتين كبار مايونيز، معاهم معلقه كبيره مستردة وزيها بالظبط زيت زيتون، نزود كمان ملح، نزود زعتر، نقلب الدريسنج مع بعض، وبعدين نبدا نجمع مكونات السلطه: فلفل احمر واصفر، كرنب بنفسجي، مع جرجير وخيار، جزر مبشور، وشرايح زيتون اسود وزيتون اخضر. واخر حاجه خالص نزود الرز المستوي، نقلب شويه ونحط الدريسنج. حبينا كمان نخليها اكله متكامله مش ناقصها حاجه، فحطينا فراخ مشويه على الوش. الرز ده يمكن طعمه مش مميز قوي، مش مختلف زي الاربوريو او الرز المصري، بس هو حلاوته انه صحي، ماسك نفسه، مليان الياف، وليه مضغه ممكن تحبها وممكن لا. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا عايزين نجرب ايه تاني الحلقات الجايه.